يعني كمان العربية اللي اتخدشت مش عربيته، تفاصيل وأسرار جديدة في حادثة مدينتي. بعد إعلان المتحدث العسكري إحالة الضابط المتهم بارتكاب حادثة مدينتي لمحكمة الجنايات العسكرية وتوجيه تهمة القتل العمد ليه، خلينا نوضح بعض المعلومات المغلوطة المنتشرة عن الحادث. نبدأ بالمتهم زياد حسام الدين، واللي بعض الناس وخصوصا الصحفي اللي اسمه لؤي الخطيب نزل صورة وادعى إنها للمتهم من داخل النيابة العسكرية. فريق عمل ما تصدقش فحص الصورة وبيأكد على مسؤوليته الخاصة إن الصورة مزيفة، وإن الصورة المنشورة نزلت في سبتمبر 2022 وكانت لشخص متهم بابتزاز فتاة في كفر الشيخ. لؤي كمان قال ان الشرطة العسكرية راحت وقبضت على الضابط، والكلام ده مش صح. منصور حميد المحامي ومأمور الاسم بيأكدوا ان المتهم سلم نفسه لاسم شرطة التجمع الاول، وان المتهم اعترف بجريمته وبعدها تولت النيابة العسكرية التحقيق معاه. زياد نقيب طبيب في القوات المسلحة، مواليد 95 وعنده 28 سنة. هو الابن الوحيد لدكتور حسام الدين، استاذ متفرغ في طب الزقازيق. خد بالك من جزئية الابن الوحيد دي عشان هنرجع لها تاني بعد شويه. زياد خريج الدفعه الاولى من كليه الطب العسكري 2019 تخصص طب اورام، من تحليلات كاميرات المراقبه في الفلل اللي كانت حوالين مكان الحادث واللي نشرتها صفحه رابطه سكان مدينتي. ده غير تصريحات المحامي منصور حميد والشهود ودكتور زكي حمدان. ده غير تصريحات دكتور بسام الفقي صديق دكتور زكي واللي كان حاضر الحادث من اوله. الجريمه حصلت يوم السبت 1 يوليو الساعه 8:30 مساء. الوضع الصحي الحالي للمصابين مش احسن حاجه. الاطفال بيتعالجوا حاليا في مستشفى ابن سينا التخصصي في طنطا في الغربيه. في طفل عنده كسر في الحوض، وطفل عنده تجمع دموي في البطن، والطفل الصغير عنده خلع وكسر تحت الكتف. ده غير طبعا الصدمه النفسيه الكبيره اللي تعرضوا ليها بعد فقد والدتهم. الاب او الدكتور زكي مصاب بردود، ده غير صدمه نفسيه شديده جدا بسبب فقدان زوجته والحادث اللي اتعرض ليه، وحقيقي هو في ابتلاء عظيم وربنا يصبره. شيع جثمان الام في مدينه بسيون في محافظه الغربيه واتدفنت في مقابر العيله. صديق الاب بسام الفقي واللي كان حاضر الحادث من بدايته وحاول يسيطر على عربيه الضابط اثناء الحادثه، لكنه للاسف ما قدرش. بسام اتصاب عشان اتعلق في الباب واتصاب بكسر في ركبته وقطع في الاربطه وانفصال صابونه الركبه و8 غرز في الساعد الايمن. زوجة بسام كمان كانت موجوده واتصابت ببعض الردود، عشان لما بعض الناس تتكلم عن الرحمه بالمتهم وانه ابن وحيد لاهله وان اخلاقه طيبه وما شابه، يشوفوا كم الخسائر وكم الكوارث اللي تسبب فيها وبعد كده يتكلموا هل ينفع حد زي ده نكون رحمه معاه وما يتعاقبش. باسم الفقي عمل لقاء مع صحيح مصر وقال ان هو وزوجته كانوا بيزوروا دكتور زكي في فيلته الجديده، وان ياسين الابن الكبير كان بيلعب بسكوتر قدام البيت فخدش عربيه حمراء واقفه قدام فيله الضابط. دكتور حمدان خد ابنه وراح عند العربيه عشان يدور على صاحبها عشان يعتذر له، فرن جرس المتهم وساله عن العربيه، فخرج المتهم وهو متعصب وساله عن سبب وجوده وشك ان دكتور زكي والموجودين معاه حراميه او ما شابه وطلب ليهم الامن. بعد ما الامن جه واكد للضابط زياد ان دول سكان في مدينتي زيهم زيه وان المفروض ان المشكله تنتهي على كده، بيقول دكتور بسام انه خد مراته وكان رايح ناحيه عربيته عشان يروح، لقى الضابط راكب عربيته ومشي وراهم. دكتور بسام بيقول انا تخيلت انه جاي يخبط عربيتنا او حاجه عشان يرد الخدش، لكن دكتور حمدان قلق جدا وراح بنفسه للضابط عشان يفهم هو جاي وراهم ليه. دكتور بسام حاول يتدخل زي ما كان واضح في الفيديو، لكن ما قدرش يمنع الضابط اللي اتعمد انه يدوس دكتور زكي حمدان. والام او بسمه من قلقها راحت في الممر عشان تطمن على جوزها اللي حاول الضابط يدوسه اكتر من مره، وللاسف الضابط دسها هي والولاد وتوفت في الحال. منصور حميد المحامي بيأكد ان جهات التحقيق حرزت العربيه والسكوتر بتاع الطفل وتفريغ الكاميرات، ووجهت النيابه العسكريه تهمه القتل العمد للمتهم بناء على اعترافه وتفريغ الكاميرات وشهاده الشهود، وانه كان متعمد الاضرار بالاسره ودخل وجاب مفاتيح عربيته عشان يعمل اللي عمله. المحامي بيأكد ان سير التحقيقات جيد جدا لحد دلوقتي، وخد عندك المفاجاه ان العربيه اللي اتخدشت مش عربيه الضابط اصلا. المحامي بيأكد ان العربيه اللي اتخبطت مش عربيه الضابط اصلا، وبيرجح ان هي عربيه واحد صاحبه. زياد دلوقتي محبوس 15 يوم على ذمه القضيه ومنتظرين حكم المحكمه العسكريه. بعض المغردين على تويتر بيتسالوا عن سبب مسؤول المتهم امام القضاء العسكري رغم ان قتل مدنيين وما كانش في الخدمه والجريمه مش عسكريه، وفي مطالبات ان المحاكمه تكون ميدانيه علنيه قدام الناس كلها. بالرغم من كم الاعلانات الرهيب اللي بتتعامل لمدينتي وخصوصا اعلان كريم عبد العزيز الاخير عن الامن والامان في مدينتي، جه حادث زي اللي حصل ووضح كم الامن والامان الحقيقيين اللي موجودين هناك. اعتقد كمان لازم يكون في تحقيق في الجزئيه دي، ولا انتوا ايه رايكم؟